أبلغكم أولاً تحية سماحة مفتي عام ليبيا الشيخ الدكتور الصادق بن عبد الرحمن الغرياني، الذي كان يود أن يكون حاضراً في هذا المؤتمر، ولكن نظراً لانشغاله بقضايا البلاد أصر أن تكون دار الإفتاء حاضرة في هذا المحفل الذي تراه دار الإفتاء من أولى أولوياتها. فمنذ أن أنشئت دار الإفتاء وهي تحرص على المشاركة والتوعية بقضايا الأمة، بدءا من قضية فلسطين ومرورا بقضايا المسلمين القديمة والمتجددة، وليس انتهاء بقضية إخواننا في تركستان الشرقية. طبعا دار الإفتاء أخذت على عاتقها التوعية بقضايا الأمة، ومنها قضية تركستان الشرقية، وذلك بنشر الوعي بهذه القضايا والضغط على السياسيين لاتخاذ مواقف جادة تجاه قضايا الأمة، وأيضاً إحياء الشعور بالأخوة الإيمانية الذي خلت منه بعض القلوب وخلت منه بعض الخطابات الرسمية للمؤسسات والجماعات والكيانات. رغم معاناة ليبيا ومرورها بحروب وفتن وانقسامات، ليس سببها فقط دول الكفر، فإن ذلك لا يستغرب من فرنسا ومن روسيا التي تدعم الأطراف المارقة لإحداث الفتن في ليبيا، وإنما الذي يستغرب أن بعض الدول العربية والإسلامية هي من تذكي نار هذه الفتن بفتاوى متشددة وأموال فاسدة وأسلحة لتكون إذكاء لنار الحروب بين أبناء شعبنا. وكذلك تمارس بعض هذه الدول التضليل الإعلامي فيما يحدث في ليبيا كي تصور المجرم حفتر الذي يسعى لدمار بلادنا ويسعى لإحداث الفتن وحرق البلاد، لتصوره أنه المنقذ ولترجع بلدنا إلى حظيرة الاستبداد والظلم والمعاناة. لكن صوت أهل الحق ما زال صادعاً في ليبيا بفضل فضيلة المفتي ودار الإفتاء الليبية التي أخذت على عاتقها الثبات على الحق وبيان الواجب تجاه قضية ليبيا وتجاه قضية تركستان الشرقية وتجاه كل قضايا الأمة. وأخيراً أشكر اتحاد علماء تركستان الشرقية الذين أوصلوا الدعوة إلى دار الإفتاء الليبية، ولذلك حرصت دار الإفتاء أن تكون حاضرة في هذا المؤتمر لنصرة قضية إخوانهم. كما أشكر دولة تركيا التي أصبحت ملاذاً للمظلومين وأخذت على عاتقها نصرة قضايا الأمة الإسلامية، فأسأل الله أن يبارك فيها وفي القائمين عليها وأن يرد عنهم كيد المعتدين ومكر الماكرين. كما أشكر الحضور من العلماء والإعلاميين والسياسيين والمثقفين جميعاً، وأسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في مثاقيل حسناتهم. كما أوصي الجميع بمتابعة ما نشأ عن هذا المؤتمر من أطر سياسية وقانونية ومساع لنصرة قضية إخواننا حتى لا يبقى هذا المؤتمر حبراً على ورق. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم وأن ينصر إخواننا في تركستان الشرقية وأن يمكن لهم وأن ينصر المسلمين في كل مكان.